حي الله أصدقائي الأعزاء، أتمنى الجميع بألف خير. طبعا جمعة مباركة على الجميع. أتحدث معاكم الآن بالتوقيت الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 10:07 صباحا. إن شاء الله تكون جمعة مميزة كسابقتها. فيما يخص أسعار العملات الرقمية المشفرة. طبعا قبل وقت ليس ببعيد، قبل يمكن تقريبا ساعة ونص ساعتين، احنا نشرنا خبر مباشرة يخص أحد تقارير التضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو تقرير البي سي اي. حيث خرجت النتائج محيرة. صراحة النتائج محيرة. وهذا تقرير مهم كنا نتحدث عنه منذ أيام، وقلنا أنه ننتبه نستعد إلى هذه التقارير. الحقيقة هذه التقارير التي تقيس إجمالي إنفاق الأسر الأمريكية على السلع والخدمات يسمى البي سي اي، مثل تقريبا مشابه إلى أسعار سلة المستهلك الأمريكي الكونسيومر برايس اندكس سي بي اي. فهذا يسمى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي كما قلنا يقيس تضخم الأسعار للمستهلكين. الآن جاءت النتائج لهذا التقرير من يعني مطابقة مساوية للتوقعات، ولكن طبعا هذا شيء جيد. يعني ما دام من ضمن المتوقع، من ضمن الاكسبكتيشنز التوقعات، وجيد، ولكن أعلى من القراءة السابقة. يعني أعلى من التقرير الذي سبقه. هذه أيضا تعطي حيرة في الأسواق كانت أسواق المال والاقتصاد والاستثمار تترقب، ولذلك شاهدنا أسواق الأسهم مباشرة. البورصات لم تتجاوب بصورة إيجابية مع التقرير، وإذا سيعيدنا من جديد هذا التقرير إلى الجدل حول مسألة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم بخصوص خفض أسعار الفائدة، والموعد في 17 من سبتمبر القادم. الآن إن شاء الله في هذا الفيديو أيضا سنعطي رأينا، رأي القناة فقط. This is not a financial advice. Do your own research. Cryptocurrency is a risk market. لكن فيما يخص رأينا في هذه المسألة سنعطيها في هذا الفيديو، وما هي تأثيرات هذا القرار، هذا التقرير، تقرير التضخم، على أسعار الكريبتو. السوق نشاهد في نزول. نعم، الآن هو في هبوط قليل، يعني ليس بالهبوط الكبير. صحيح رأس مال سوق العملات المشفرة في نزول، الآن 3 تريليون 780 مليار دولار. ولكن يا أخواني، علمنا سوق الكريبتو صحيح ممكن أن نشاهد هبوط لمدة 4 ساعات، 5 ساعات القادمة، 6 ساعات القادمة، ولكن بعد ذلك ممكن أن نشاهد ارتفاع مباشر. آه، لماذا؟ لأنه في مناطق هبوط قوية، بما أن البيتكوين الآن يهبط عن 109 ألف دولار. الآن البيتكوين 108 ألف 741 دولار، وأنا أتحدث معاكم. أيضا الإثيريوم 4288 دولار. أيضا نشوف هبوط بالإكس آر بي دولارين و83 سنت. أيضا نشوف هبوط بالسولانا إلى 208 دولار. ستكون هنا مناطق دخول مفضلة جدا، مما يزيد حجم التداول على العملات مرة ثانية، ونشاهد ارتفاع، ولكن بعد وقت، يعني تقريبا 5 ساعات 6 ساعات. هذا ما تعلمنا مع سوق العملات المشفرة في مثل هذه الحالات. نذهب إلى السوق ونستكمل حديثنا أخواني. لا تنسون إعطاء شير، لايك، سبسكرايب، ومتابعتنا على منصة إكس. بالفعل اليوم يوجد هبوط
أيضا مثل ما تحدثنا السوق تأثر بهذه الأخبار، احنا لو نشوف، ولكن لا تزال بعض العملات فيها ارتفاع جيد، مثل عملة بايث. الآن بايث نتورك لحد هذه اللحظة منذ يوم أمس إلى اليوم ماذا؟ ارتفاع لحد الآن 33%. الآن 30%، 30% ارتفاع. العملة 22 سنت، 22 سنت بعد أن كانت يوم أمس 11 سنت، بعد ذلك ارتفعت إلى 13 سنت، ومن ثم انطلقت وارتفعت ووصلت أعلى مستوى وهو 25 سنت. الآن 22 سنت بارتفاع بدأ ينزل قليلا 25%. إذن بعض العملات أيضا لا تزال نشاهد فيها ارتفاعات مع هبوط البيتكوين. اليوم هبوط قوي الحقيقة، يعني خلال 24 ساعة البيتكوين تقريبا يهبط 4%. هذا شيء ليس بالسهل. 108 ألف، 108 ألف 770 دولار. الإثيريوم 4286 دولار. اكس ار بي دولارين و83 سنت. سولانا 208 دولار. كاردانو 82 سنت فيها تراجع. ايضا تشين لينك 23 دولار، كان يوم امس اكثر من 24 دولار. يوجد تراجع، ومثل ما قلنا في بعض الاحيان تكون فرصة رائعة للدخول والتعزيز. اكس ال ام 35 سنت. لاحظوا اخواني توجد عملات فيها هبوط قوي. سي ار او تراجع الى 29 سنت. والحقيقة التقرير اثر على السوق صراحة. هنا احنا نشرنا الخبر مباشرة اخواني فيما يخص تقرير البي سي اي، نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس اجمالي انفاق الاسر الامريكيه على السلع والخدمات. شوفوا اخواني مباشره قبل ساعه من الان احنا نشرنا الخبر انه عاجل ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك الاساسي الامريكي بي سي اي بنسبه 2.9%. هذه هنا 2.9%. لاحظوا اخواني 2 اليوم هذا الاكتشوال ريدنج 2.9%، والتوقعات كلها كانت تقول 2.9%، ولكن القراءة السابقة كانت 2.8، 2.8%. إذن هو ماذا يعني؟ يعني ارتفع، يوجد ارتفاع بأسعار المستهلك الأمريكي للسلع والخدمات. إذن التضخم موجود في ارتفاع، ولكن القراءات جاءت ضمن التوقعات. يعني شايفين هاي اللعبة؟ الدجاجة من البيضة لو البيضة من الدجاجة؟ إذن إذن نشوف تأثير هذا القرار مباشرة على آه على توقعات خفض أسعار الفائدة للاجتماع القادم للجنة السوق المفتوح الفيدرالية الأمريكية. لحد الآن أيضا 86% يتوقعون خفض 25 بيزس بوينت. هذا أيضا شيء جيد. طبعا قرار خفض أسعار الفائدة بعد أسبوعين و5 أيام من الآن، السبتمبر 17، في 17 من سبتمبر. الأخبار الحقيقة مثل ما تحدثنا، أنا باعتقادي سترتفع الأسعار، ولكن تذكروا كلامي بعد 5 إلى 6 ساعات من الآن راح نشوف تغير في السوق. ما أعتقد أن السوق سيستمر بالهبوط. طبعا يوم أمس احنا تحدثنا عن عملتين رائعتين أيضا الآن دخلت عليها وزارة التجارة الأمريكية، وسوف تعلن وزارة التجارة الأمريكية عن يعني الداتابيس لجداول وتقارير الدورية للناتج المحلي الأمريكي
زائد أسعار المستهلك الأمريكي على البلوك تشين لتشين لينك وعملة أيضا بايث. الآن أيضا لا ننسى أنه 21 شيرز، شوفوا ماذا تقول. أعلنت شركة 21 شيرز: يسعدنا يسعدنا أن نعلن أننا تقدمنا بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الSEC لإصدار صندوق مؤشرات متداول في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إنجاز رئيسي في رؤيتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى العملات المتداولة. والصندوق هو لعملة سي. عملة سي أيضا ننتبه عليها. أيضا لا تزال الشركات الكبرى تشتري بيتكوين، لا تزال تشتري بيتكوين. اشترت اليوم شركة ايرونت تكنولوجي الصينية بمقدار 819 بيتكوين بقيمة 90 مليون دولار كجزء من حملة تمويل بقيمة 180 مليون دولار. لاحظوا اخواني. وايضا الاخبار تشير الى انه هنالك ارتفاع قادم. الجميع ينتظر خفض أسعار الفائدة، الجميع ينتظر انطلاق الصناديق الاستثمارية الفورية. لاحظوا هاي اللستة يا أخواني. انتبهوا، إذا مشترين عملات بأموال بأسعار رخيصة لا تبيعون، لا تبيعون. انتبهوا لأنه الارتفاع قادم لا محالة. كلما تهبط الأسعار كلما تدخل الحيتان وتشتري، بعد ذلك يبدأ الارتفاع الكبير. أنا حبيت أن أطلعكم بآخر الأخبار أخواني، وما هو تأثير هذا القرار، هذا التقرير، تقرير التضخم الPCE على سوق العملات المشفرة. مثل ما تحدثت، رأيي أنه ممكن اليوم نشوف تأثر في السوق، لكن ممكن نهاية اليوم راح نشاهد تحسن وتعافي وارتفاع، أو يوم غد، لأن علمنا السوق أنه يمتص الخبر وبعد ذلك تبدأ عمليات الشراء من جديد. أتمنى للجميع الموفقية، استثمارات ناجحة. ترقبوا فيديونا القادم. إلى اللقاء أحبتي.